مشكلة الحكومة مع الأشجار أنا مش قادرة أفهمها بصراحة، بس أقدر أخمنها. يعني هما ممكن يكونوا مثلا متعقدين من اللون الأخضر، يعني معظم اللي بيبقوا ماسكين مناصب أو كده يعني بيبقوا مثلا أراضي زراعية، بيبقوا فقراء. طبعا مع احترامي لكل الفلاحين اللي عندهم أصول يعني، بس أنا بتكلم عن الناس اللي بتحب تتنكر لأصلها، وده بيظهر بقى في قطع الشجر. أكيد بيفكرهم بأيام الشقة اللي هم كانوا بيشقوها زمان، وأيام لما كانوا بيلبسوا قميص واحد بس ال4 سنين في الكلية، ولا ال7 سنين لو كانوا دكاترة. هو قميص واحد بس رايحين وجايين بيه أيام البهدلة كلها. فأكيد الشجر ده سبب من الأسباب اللي بتحسسهم إن هم إيه، لسه الأيام الوحشة مخلصتش. فأكيد هو ده السبب الوحيد اللي أنا توصلت إليه. ليه الحكومة يعني طبعا معظم المناصب ناس أصولها فلاحين، وجدد احترامي ليهم، بيعملوا كده. فأكيد اللون الأخضر عامل لهم عقدة. ماشي، ده اللي أنا توصلت ليه في موضوع الحكومة. لو حد عنده تخمين تاني يقولي. وطبعا بجدد احترامي للفلاحين اللي عندهم أصل وما بيتهربوش من أصلهم، ومجرد ما البلية بتلعب معاهم، سواء كانوا دكاترة، مهندسين، محافظين. اطلع بقى لفوق بقى، كل الناس اللي عندها أصول وبتبقى متمسكة بالأصل بتاعها وبتحب تقولك أنا من الحتة الفلانية، أحسن ناس. ماشي، دي الحكومة. الناس بقى، أنا بقى مش فاهمة، ممكن تساعدوني انتوا في حاجة زي كده. احنا ليه بنكره الشجر؟ تلاقي في ناس مثلا حواليها شجر كتير حوالين بيتها وفي الشارع بتاعها بتقطعه. يعني مش الحكومة بس، احنا كمان، احنا لازم نحط التاتش بتاعنا. بيقطعوه ليه؟ مضايقهم ليه؟ بس ما فيش اي سبب منطقي يخلي اي انسان طبيعي يحب يقطع شجرة. يعني حتى منظر جمالي ماشي، انت كده بتأذي الناس برضو. يعني سبب ارتفاع الحرارة دي ان اشجار كتيرة اتقطعت. في بلاد في مصر كانت اصلا درجة حرارتها حلوة، مش محتاجة حاجة. في شوارع كمان كانت عندنا احنا بره القاهرة، الشارع تخش فيه تحس انه تكييف. مهما كان الجو حرارته شديدة جدا، انت في شوارع كده والشجر داخل في بعضه وكبير ومعمر والله يرحمه يعني. كان الشوارع حاجة تانية خالص، تحس ان هو تكييف طبيعي في الهواء. يجوا بقى الاهالي يجوا مقطعين الشجر. شوف بقى ذنب كام واحد خلاص ممكن يغمى عليه من الحرارة. في ناس اصلا بتجيلها ضربة شمس وهي في بيتها من شدة الحرارة. فانت ليه تساعد في حاجه زي كده؟ ده انت عشان خاطر اخرتك انت ممكن تزرع شجره في الاقصاد اللي الحكومه مثلا بتقطع شجره. انت ممكن تعمل خير ان انت تزرع شجره، مش يكون عندك شجره كبيره ومعمره وصعبه اصلا. شوف بقى كم 100 سنه مثلا لحد ما تتكون تاني وتيجي قاطعها. شوف يعني شوف الذنب اللي هتاخده. انا مش فاهمه بصراحه انت بتعمل كده ليه، او انت بتعمل كده ليه. الكلام عام يعني الجنسين. لو حد عارف ايه السبب في الحكايه دي قولي. ماشي، يا ريت.